متابعة لتفاصيل ندوة صحفية لوكيل الجمهورية لمحكمة الحراش حول الظروف وملابسات وفاة التلميذ العيفة رشيد صاحب 16 ربيعا والذي يدرس بثانوية أيت بالقاسم نايت بالقاسم بدار البيضاء بالعاصمة. ومثل ما تابعتم على المباشر، أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش أن الفقيد وحسب نتائج تقرير الطب الشرعي توفي وفاة عادية. نتابع. الخاص بوفاة المرحوم الشاب العيفة رشيد، نتوجه بخالص التعازي وجميل المواساة لعائلة المرحوم إثر هذا المصاب الجلل والفاجعة الأليمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح الجنان. وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، بودي أن أعطي للرأي العام بعض التوضيحات في هذه القضية، وذلك في انتظار الانتهاء من التحقيقات الأولية التي تشرف على إنجازها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الدار البيضاء أمن ولاية الجزائر يوم 30 نوفمبر 2016، وبعد إعلامنا من طرف مصالح أمن دائرة الدار البيضاء بوفاة المرحوم الطالب الثانوي العيفة رشيد البالغ من العمر 16 سنة، والذي تم نقله إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش، أصدرت نيابة الجمهورية لدى المحكمة أمرا مؤرخا في نفس اليوم لرئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى المذكور لأجل إجراء تشريح لجثة المرحوم بغية المعاينة وتحديد أسباب الوفاة. كما تم في نفس الإطار إسداء تعليمة نيابية لفرقة الشرطة القضائية المذكورة لأجل فتح تحقيق معمق في الموضوع لأجل الوقوف على ملابسات هذه القضية من جميع جوانبها. غير أنه نظرا لما أثير وما انتشر من معلومات حول وفاة المرحوم، ارتأينا أن نتوجه بهذا التوضيح للرأي العام عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، ونتوجه لها بالمناسبة بالشكر الجزيل على حضورها. ما أؤكد عليه هو أن التحقيقات الأولية مستمرة في هذا الشأن ولا تزال متواصلة من طرف كما أسلفت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الدار البيضاء. حسب تقرير مصلحة الطب الشرعي بمستشفى سليم زميرلي المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المنجز من طرف الطبيب الشرعي الدكتور رشام تحت إشراف رئيس المصلحة الأستاذ مصطفاوي، فإن نتائج خبرة التشريح المتحصل عليها في التقرير المذكور خلصت إلى أن وفاة المرحوم العيفة رشيد لم تكن نتيجة أعمال العنف المفترضة التي يكون المرحوم قد تعرض لها. نفس التقرير يرجح بصفة قطعية إلى أن الوفاة كانت نتيجة سكتة قلبية قد يكون مرجعها مرض قلبي كان يعاني منه المرحوم أو نتيجة سبب آخر. وفي كل الأحوال قد أعطينا التعليمات من أجل إجراء التحاليل الطبية من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. كما أكد نفس التقرير أن آثار العنف المتواجدة على رأس والظهر والأعضاء العلوية للضحية ليس لها أي علاقة مباشرة بالوفاة. هذه هي النتائج الأولية للتحقيق في انتظار ورود التحاليل الطبية المخبرية، والتحقيق والتحريات متواصلة للوقوف على النتائج الحقيقية لأسباب الوفاة. أشكركم على كرم إصغائكم والسلام عليكم. حزبيا الآن انطلقت اليوم أشغال المؤتمر الوطني الأول لحزب الحركة الشعبية الجزائرية تحت رئاسة الأمين العام للحركة عمار بن يونس بحضور 1400 مندوب على المستوى الوطني وكذلك شخصيات وطنية ورؤساء أحزاب سياسية، حيث أكد الرجل الأول في الجبهة أن هذا المؤتمر سينتخب قيادة جديدة إلى جانب دراسة ورقة طريق المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الحركة الشعبية الجزائرية ستكون رقما صعبا في الاستحقاقات المقبلة. أحمد مدني رصد التالي. التدقيق حول البرنامج، حول النصوص، حول كل المقترحات اللي نمشوا بها في الحملة الانتخابية المقبلة، وأيضا
تجديد كل الهيئات بطريقة ديمقراطية بالانتخابات. إذن تجديد أعضاء المجلس الوطني وتجديد أيضا الثقة أو انتخاب المسؤول الأول للحزب نهار غدوة إن شاء الله. إذن احنا سندخل بقوة هذه الانتخابات المقبلة 2017 في 48 ولاية وفي الجالية المقيمة في الخارج، ونمشي باقتراحات نحاولوا نديروا حملة انتخابية نظيفة، حملة انتخابية للمستوى تاع النقاش يكون مستوى مرتفع، نتكلم إلا على البرنامج وعلى الأفكار، لن نتكلم أبدا عن الأشخاص، والشعب الجزائري في النهاية هو اللي يفصل. قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن المناوشات التي جرت بين رئيس الكتلة ورئيس المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية بالبرلمان هي زوبعة في فنجان، موضحا أن ورقة التحالفات السياسية في المرحلة المقبلة غير مطروحة، والأفلان سيدخل الانتخابات بقوائمه فقط. كل شيء اللي يوقع في دار الأفلان زوبعة في فنجان ماء. احنا هنا موجودين كقيادة، هالمكتب السياسي هاللجنة المركزية، تبقى مناوشات. هذا يدل على يعني الديمقراطية ما بين المواطن. الشيء اللي يوقع في أي حزب. ما عنديش معلومات دقيقة ولو أعطوني من بعد زوبعة في فنجان الماء. Une tempête dans un verre d'eau, pas de thé, même pas de thé. دوليا، ومع إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عدم ترشحه لولاية ثانية، توالت ردود الفعل من الطبقة السياسية، ومتابعة في هذا الموضوع لوليد زحاف. مع إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عدم ترشحه لولاية ثانية لرئاسية 2017 اهتزت الطبقة السياسية بردود فعل مختلفة، فالوزير الأول مانويل فاليس اعتبر إعلان هولاند بمثابة قرار رجل دولة، بينما اعتبر المترشح لسباق الإليزي إيمانويل ماكرون خطوة هولاند بالشجاعة. هو خطاب صعب للغاية لرئيس الجمهورية، بل هو قرار شجاع وقرار يستحق. لقد عبرت دائما عن احترامي لشخص فرانسوا هولاند. مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة اعتبرت قرار هولاند تلخيصا لفشله في إدارة البلاد خلال عهدته الرئاسية وعلى مدار 5 سنوات. الأمر نفسه بالنسبة للمترشح الفائز عن اليمين فرانسوا فيون، الذي وصف إعلان هولاند اعترافا بالفشل. ليرى بعض المراقبين أن المعركة الانتخابية للرئاسيات ستكون بين لوبان وفيون. que Marine Le Pen, du coup, va être obligée de rentrer un peu plus tôt dans la bataille. ربما هذا سيضطر مارين لوبان للعودة في وقت سابق من المعركة واللعب على السجل الذي هو قريب من الجبهة الوطنية والذي يحاول أن يميز أكثر من إشكالية وبرنامج فرانسوا فيون. الصحف الفرنسية تناولت هي الأخرى قرار هولاند، لتعنون جريدة لو موند في صفحتها الأولى الاعتراف بالفشل. أما صحيفة لو باريزيان فاعتبرت الأمر مشاهد من التخلي التاريخي. أما لو جورنال دو ديمانش فاختارت عنوانا وصفت فيه قرار هولاند بالمفاجأة. انقسامات وردود فعل بين ترحيب ووصف بالفشل هو ما تلقاه فرانسوا هولاند عقب إعلانه الخروج من قصر الإليزي. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم. السلام عليكم. أنا الدكتور الحاج معطي خليل غيضاء، طبيب جراح مختص في جراحة الحروق والجراحة البلاستيكية. حنتكلموا على موضوع هو موضوع مهم جدا، هو موضوع الحروق اللي راهي تشكل آفة في المجتمع تاعنا، والعدد تاعها راه يزيد عام من عام. حنا راح نهضروا وراح نتكلموا كيفاش الانسان كي لا قدر الله وكان قدام انسان اللي تحرق ولا الانسان بذاته تحرق، واش الحوايج اللي يقدر يديرهم واش الحوايج اللي ما يقدرش يديرهم، اللي راح يقدروا يديروا عرضه ويقدروا يديروا مشاكل للانسان المحروق.
لا قدر الله وصل الحادث هذا، وهي معظم الحوادث هي حوادث منزليه توقع في المنزل وانسان تحرق. الحاجه الاولانيه وين كامل الاطباء راهم متفقين عليها هي توضع الجهه المحروقه، مانيش نقولوا المحروق بذاته كامل، الجهه المحروقه تحت الحنفيه مده 15 دقيقه. الماء الحنفي هذاك مهم فوق الحريق لانه راح يحبس من عمق تاع الحريق وراح يعاون المريض هذاك باش ينقص له الالم تاعو. الحاجه الاولانيه نعاود نقول قدام انسان اللي تحرق هي الماء، والماء الحنفيه مده 15 دقيقه، يغلف الجهه هذيك ويتقرب من اقرب مركز الصحه الجواريه وين كاين طبيب اللي راح يشخص عمق تاع الحريق. الحاجه الثانيه اللي الانسان لازم يتفاداها وهي جميع الاشياء اللي تقدر تغير اللون تاع الجلد تاع الانسان المحروق. لماذا؟ لانه احنا كاخصائيين في الحروق ما عندناش اله اللي راح تعطينا العمق تاع الحريق، راح نقوموا بالتشخيص بالعين المجرده. لهذا الاشياء اللي تقدر تغير اللون تاع الجلد راح تعطل في التشخيص تاع العمق الحريق، وراح تعطل في العلاج تاع المحروق. لان احنا شفنا في المجتمع تاعنا وفي العادات تاعنا كي الانسان يتحرق راهم يديروا الدونتيفريس، يديروا الطماطم، القهوه، كامل هذه الاشياء الناس لازم تتفاداها لان هذه الاشياء راح تعطل في التشخيص تاع العمق الحريق وراح تقدر تكلف التعفن تاع الجلد هذاك، لان الاشياء اللي راح تستعملوها فوق الجلد المحروق هي اشياء ما تكونش معقمه. لهذا الحاجه المهمه والاساسيه الانسان لازم يتفهمها كي يكون انسان لا قدر الله وتحرق. الحاجه الاولانيه نعاودوا نقولوا الماء مده 15 دقيقه. الحاجه الثانيه هي عدم استعمال المواد اللي تقدر تغير اللون